السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. لو في أي حد بتواجهه أي مشكلة فما ترددش يتواصل معانا، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نحاول نساعده ونحل له المشكلة بتاعته. والتواصل مع البرنامج وعرض المشاكل هيلاقي كل المعلومات متاحة تحت في صندوق الوصف. وطبعا ما تنساش اللايك والشير والمتابعة والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد لينا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة عياده معانا بيقول أنا خاطب واحدة شغالة مدرسة في مدرسة خاصة وأنا شغال محاسب في شركة. أنا قلت لها لما تيجي نتجوز لازم تسيب الشغل وتتفرغي لبيتك، وأنا مش هخليكي تحتاجي حاجة، بس هي رفضت إنها تسيب الشغل. أفركش الخطوبة ولا لأ؟ مع العلم إنها حب سنتين مش جواز صالونات. أنا الصراحة مش بعترف بالبنت اللي تشتغل في أماكن عامة عشان أنا عارف اللي فيها وعارف دماغ الرجالة عاملة إزاي. بص حضرتك كده من الاول، لو انت كان قناعتك كده ان انت مثلا ترتبط بواحده مش شغاله او ما تشتغلش، فكان المفروض انت من الاول يعني دورت في السكه دي. يعني مثلا كنت ارتبطت بحد في المواصفات اللي انت عاوزها، تمام. انا بالنسبه لموضوع تشتغل او ما تشتغلش، دي انا ما اول حاجه في الاول والاخر صدقني بقررها هي ان انت رغبتك حاجه، بس هي قرارها هي حاجه، تمام. دي اول حاجه، ولازم الموضوع ده يجي بالتوافق ما بينك وبينها. اما بالنسبه كفكره عامه الموضوع ان تشتغل او ما تشتغلش، والله احنا اتكلمنا في كذا حلقه قبل كده. الطبيعي والاساسي في الست انها ما تشتغلش، بس طبعا الا لو في ظروف معينه، مثلا لو هي ما فيش حد يقدر يشيل عنها الشيل، يعني مثلا عليها التزامات ماديه، عليها يعني ايا كان مصاريف والكلام من ده، فطبيعي مش لاقيه الراجل اللي يقدر يوفر لها الحاجه دي. يعني مثلا والدها الله يعينه بظروفه، مثلا الدنيا غاليه فمش قادر، فبيضطر مثلا يخلي بنته تشتغل، او مثلا بتساعد جوزها في المصاريف والكلام دوت. فدوت السياق العام للموضوع دوت. لا والله انت تقدر توفر لها كل حاجه، وتقدر تكفي بيتك وبزياده، وتوفر لها حاجات بيتك، وتوفر لها حاجات متطلباتها الشخصيه هي ليها، فخلاص ففي الوقت دوت ما فيش داعي انها تشتغل. فانت المفروض انت تقعد معاها وتقول لها يا بنت الناس انا ظروفي كذا كذا، تمام، وانا مش حابب الموضوع دوت. في الاول وفي الاخر اختيار، هي صممت على الرأي دوت، انا مش هقدر افيدك، لان دي قناعتك، انت تقدر تغيرها، هتقدر تتعايش معاها، فانت اللي هتعيش مش انا او اي حد تاني. يعني انا ما بقولكش ان ان كل واحد بدماغه، فانت لو هتقبل الموضوع دوت وهتوافق عليه فخلاص المشكله اتحلت. لا والله الموضوع مش جاي، يبقى خلاص، ما هي حاطه العقده في المشوار، قالت لك مش موافقه زي ما انت قلت، فخلاص ما فيش فيش جدال. بس صدقني يعني دلوقتي احسن الحمد لله. دلوقتي مثلا لو حصل انفصال ولا اي حاجه في فتره الخطوبه احسن مليون مره بعد الجواز. وخدها قاعده في اي نقطه تيجي في دماغك ما بينك وبين مراتك وحاسس ان يحصل فيها خلاف وخلاف جوهري، فالمفروض انت واي حد تقول الكلام ده يا جماعه في وقت الخطوبه. ما استناش بعد ما اتجوزها اقول لا طب انا هتجوز دلوقتي، انا سيبها تشتغل بس لما تيجي بيتي وانا لا احكم عليها واقول لها. طب ما انت كده اللي بينك وبينها بتدمره. يعني انت اللي بينك المفروض كنت من الاول لا انا واحد اتنين انت تكون صريح، واللي انت عاوزه منها تقول والله هي عرض والطلب، هي وافقت فخلاص. فالمؤمنين عند ايه شروطهم في التعاقد وكده، فهي وافقت خلاص فالمشكله اتحلت. لا ما وافقتش يبقى انت من الاول ليك الاختيار انت تكمل او ما تكملش. فانا شايف ان انت اخطأت من الاول، وزي ما قلت لك الحل تواصل معاه وشوف اخر الموضوع ايه، وفي الاول وفي الاخر ده قرارك انت، وربنا يوفقك في الخير ويهديك. مشكلة عياده معانا بيقول كنت خارج انا وخطيبتي واهلها ومتفقين اننا هناكل بره واعزمها وكده، كنت عامل حساب على القد يعني. قابلتها وقالت لي قبل ما نخرج هجيب شويه حاجات من هنا وتعالى اختار معايا. المهم بعد ما خلصت معاها ونقيت معاها هي واهلها كانوا مستنيني ادفع انا الحاجه دي، بالرغم اني ما كانش معايا والله ادفع، ولو كنت دفعت ما كنتش هعرف اخرجها واعزمها على حاجه. وبالرغم من كده جبت لها حاجه عشان ما يبقاش شكل وحش اكتر من كده، وحتى هي ما دفعتش عني قدام اهلها. بعد الموقف ده ابو وشهم طول اليوم، بالرغم اننا كملنا خروج عادي بقيه اليوم، وربنا يعلم مش ببخل عليها بحاجه. تاني يوم بعتت ليا وقالت لي انها مش مرتاحه ومش عاوزه تكمل. هل كان المفروض ادفع فعلا ولا ايه يا جماعه؟ لاننا بقالنا اسبوع مش بنتكلم واتجنن بجد وضميري مأنبني. بص عامة انت مفيش اي غلط من ناحيتك وما اخطأتش في اي حاجة، وهم سيبهم براحتهم. وانت مش مطالب بكده. يعني انت مش مطالب مثلا انت تدفع لهم يشتري اي حاجة تدفع لها. هي لما تكون مراتك تكون في ذمتك او كاتب كتابك اقول لك ماشي، تمام. ولما تكون كمان في بيتك هقول لك ماشي، لكن هي دلوقتي مخطوبين انت مش مطالب. والله وانت بتقول يعني راجل جزاك الله كل خير
يعني ما رضيتش مثلا عشان الموضوع ما يبانش منظرك فيه وحش، فجبت لها هديه ايا كانت بقى. بس انت كده كده كنت واخدهم مفسحهم يعني، فانت من ناحيتك مفيش اي غلط، وهم سيبهم براحتهم، اللي عايزين يعملوه يعملوه. ما تنزلش عن موقفك، انت صح. يعني ما تحاولش، حاول ما تقدمش تنازلات، انت كده ماشي صح، انت ما اخطاتش. وهم بقى براحتهم، شوف بقى هم في دماغهم ايه. والله قالت لك ايه مش مستريحه، فخلاص عادي. الحمد لله الموضوع بان معاك من البر، ان يعني من استشفيته من كلامك الناس دي ماديين وحساباتهم غلط يعني. الحسابات مش كده يا جماعه، والله الجواز مش كده والخطوبه مش كده، فحساباتهم غلط. فالناس دي هتتعبك بكره وبعده. فانت والله الموضوع اتلم وتمام ومفيش مشكله خلاص كان بيه. لا موضوع وقف وقالت لك لا انا مش مستريحه والقصه دي، صدقني والله يعني بامانه انت الكسبان، وسيبك من الموضوع دوت يعني. موضوع كده مش هيبقى كويس. بس ربنا يصلح الحال يا رب ويقدمك اللي فيه الخير.